بعد خبر إصابة بوفال، الركراكي يفاجئ المغاربة بقراره النهائي. تحصل مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بتقارير طبية إيجابية من فريق أونجي الفرنسي بخصوص الحالة الصحية للاعبين سفيان بوفال وعز الدين أناحي. وأكدت مصادر خاصة أن الطاقم الطبي لأونجي الفرنسي طمأن في تقريره الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب وليد الركراكي بشأن الحالة الصحية للاعبين المصابين عز الدين أناحي وسفيان بوفال. وأضاف المصدر ذاته أن التقرير الطبي لأونجي الفرنسي أكد أن الحالة الصحية للمحترفين المغربيين عز الدين أناحي وسفيان بوفال لا تدعو إلى القلق، كون الأول تعرض لشق في الأنف وليس لكسر، والثاني تبقى إصابته بسيطة. وبهذا قرر الناخب الوطني الاحتفاظ بلائحته النهائية التي أعلن عنها وعدم إجراء أي تغيير في انتظار الإعلان عن 3 أسماء احتياطية سترافق المنتخب المغربي في رحلة كأس العالم قطر.